قبل ما نبدأ يا أبطال، صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويقويهم يا رب. وخليكم دايما أذكياء، بلاش نشتري من منتجات الناس الوحشين اللي بيأذوا إخواننا. يلا بينا نبدأ فزرتنا مع باسم. اسمع يا عم الحاج، ايه الحاجة اللي بتاكل كتير وما بتشبعش ولما تشرب تموت؟ ها، فكر كده، فكر قبل ما اعديها عليك. يا عم دي النار، بتاكل أي حاجة، خشب، بلاستيك، ورق، بس لو شربت مية بخ راحت. طب ركز بقى، ايه اللي ليه سنان بس ما بتعضش؟ ها، يا ترى ايه هي؟ فكر قبل ما اقولك. يا راجل، ده المشط، سنان على الفاضي ولا حتى عضة واحدة. ماشي يا بطل، دي صعبة شوية. ايه اللي ليه رقبة وما فيهوش راس؟ ها، فكر بسرعة. يا عمي ده الزجاجة، رقبة حلوة كده بس ولا مخ ولا دماغ. ايه الحاجة اللي بتجري وواقفة مكانها؟ سهلة قوي دي، قول بسرعة. دي الساعة، أقربها بتجري وهي مكانها. ركز يا كبير، ايه الحاجة اللي كل ما تاخد منها تكبر؟ ها، قول يلا. دي الحفرة، كل ما تشيل منها تراب تكبر أكتر. ماشي يا نجم، ايه اللي لونه اسود من جوه وابيض من بره وجواها نقطة سودا؟ دي البيضة المسلوقة يا عم، ابيض من بره وسودا من جوه. ايه الحاجة اللي تلاقيها مرة قدامك ومرة وراك؟ قول كده بسرعة. دي المراية، لو قدامك تشوف نفسك، لو وراك تكشفك. قولي يا عم، إيه اللي كل ما تغسله يتوسخ أكتر؟ المية يا معلم، كل ما تغسلها تتوسخ. لو عندك حاجة بتسمع بيها ومش ودنك تبقى ايه؟ الأذن السلكية يا عم، مش ودنك بس بتسمع. آخر واحدة يا نجم، ايه اللي ليه جناحات وما بيطيرش؟ دي الباب يا عم، جناحين ومربوط في المفصلة.